ديري مغرفه كبيره تاع سكر في الماء اللي حتغلي فيه الزيتون تاعك ربع ساعه، وروحي نطيبوا ابن وصفه تاع طاجين جبن تنسيكم في كامل الوصفات اللي تعرفوها. اول حاجه بديت بالزيتون غليته في الماء ربع ساعه مع مغرفه كبيره سكر. حلا سيت شربوها رجعوا لي بالخبر، راح تنساو المروريه تاع الزيتون. ونبداو بالطاجين اللي درت فيه صدر دجاج، تقدروا ديروا غير نص دجاج على حسب المول تاعكم، وتبلتوه ببصله صغيره سنه تاع ثوم دبشه معدنوس ومغرفه صغيره ملح فلفل كحل وراس الحانوت، وحطيته يتقلى مع شويه زيت زيتون. ودرك نبداو بالمرقه تاع الزيتون. في الكوكوطه تاعي جديده درت مغرفه تاع سمن جوج مغارف زيت زيتون، وحطيت 4 كويس تاع دجاج، ديروا على حسب عدد افراد العائله تاعكم. درت لها بصله صغيره مرحيه، زوج سنه ثوم ومغرفه صغيره ملح فلفل كحل كركم راس الحانوت، وخليتهم يتقلاو مليح. وزدت لهم هذاك الزيتون بعد ما صفيت. بعد ما تقلاو مليح مرقتهم بالماء سخون حتى تتغطى هذاك الدجاج، وغلقت عليها طيب لمده 25 دقيقه. دوكا نرجعوا للدجاج المنحي بعد ما تقلى في ريسيبيون، خلطته مع 4 مغارف كبار تاع فرماج وربع بيضه و500 ملل كريمه سائله. في المول الاسطوري درت له بابي كويسون، حطيت الخليط تاعي يطيب على 180 درجه لمده نصف ساعه. بعد ما يطيب تخرجوا تديروا هذه الطبقه الاخيره اللي فيها 400 ملل كريمه سائله، حبه بيض و5 مغارف كبار فرماج. خلطوهم مليح بالبراميكسور وتخليوها غير تقراطينه من فوق. دوكا كلشي واجد، غير نحطوها في الصحن حتجيكم بزاف بنينه وطريه. ننصحكم تجربوا الوصفه، ما تنساوش ديروا لايك فولو والسلام. نسيت نقول لكم صحه فطوركم.